الضلع ده يبدا ان هو زي البيانو. بيانو او الاكسليفون بتاعنا بيبقى فيه اصوات تخينه، اصوات رفيعه، صح؟ حد يشوف الاسبرين اللعبه بتاع الاطفال الصغير ده، فتلاقي الصوت من بره تخين وبعدين كل ما يخش يبقى ايه؟ رفيع في الاخر خالص، وفي النص ايه؟ وسط عادي جدا. هو القوقعه بتاعتنا برضو فيها خلايا شعيريه بتبدا تتحرك، والخلايا ديت مختلفه الاطوال وتبدا تتحرك وفقا لكل صوت من الاصوات، وبتاخد من الاذن الوسطى الاشارات الكهربيه، تمر على الشعيرات دي تحولها لنبضات او موجات عصبيه، تنقلها عن طريق حاجه اسمها العصب الثامن او عصب السمع. يبدا عصب السمع يروح للمنطقه السمعيه اللي موجوده عندنا في الفص الصدغي، وبعدين سمعوني هما الاثنين عن طريق مجموعه من الخلايا العصبيه تروح لمركز اسمه مركز فهم اللغه او اسمه مركز فيرينيك نسبه للعالم كارل فيرينيك، وده اللي اكتشف ان قال لك ده مركز فهم اللغه موجود في الفص الصدغي. طيب ياسر ياسمين واستاذه ياسمين واستاذه رضوى عايزين يردوا، فبيبدا يروح من المنطقه الاولى اللي احنا قلنا عليها الفهم دي لمنطقه ثانيه موجوده عندنا. ماشي. منطقة تانية موجودة عندنا في الفص الجبهي نسبة للعالم بول بروكا أو دكتور عالم الأعصاب بول بروكا، وده بدأ يقول لك دي منطقة موجودة اسمها منطقة خاصة بالكلام. أستاذ رضوى هتبدأ تقول لي أنا عايز أتكلم وأقول باسم رضوى. أستاذ ياسمين اللي بيسألك على اسمك الفهم بقى، يقول لك اسمك رباعي وبيقول لك قولي لي ساكنة فين، فأنا هقول بقى يلا خليني أتكلم. فبروكا يقول لها يلا ده انت عارفه اسمك حافظاه؟ اسمي ياسمين محمد احمد علي. ياسمين ايمن ابراهيم علي، ساكنه في سيدي بشر. قالت لي كل المعلومات دي. طب عشان اقدر اتكلم كده محتاج احرك الاعضاء بتوعي. احركهم ايه؟ اهو في شريط اسمه الشريط الحركي. ايه؟ الشريط الحركي ده هو المسؤول عن حركة أعضاء النطق.